اللهم ربنا وإلهنا ومولانا صل على سيدنا محمد نبينا وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب رانيا؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واجمل والذ فطير هتاكليه النهارده. هناكل مع بعض وهنعمل النهارده مع بعض احلى فطير بالشوكولاته وبالقشطه. بالشوكولاته يا رانيا، ايوه هتشوفي معايا وهتجربيه وهتدعي لي دعاء السنين. وكمان ايه كمان، هنسويه في البوتاجاز وهنسويه فوق البوتاجاز، يعني هنسويه في الفرن وهنسويه على عين البوتاجاز. وعايزه اقول لك النتيجه من الاتنين مفيش اروع ولا احلى من كده. كل اللي هياكله من ايديكي هيقول لك انا ما اكلتش زي الفطير ده. وايه واحلى من ده كله كمان ايه، ومن غير لا دقيق ولا غير عجن ولا غير اي بهدله. في اقل من 10 دقايق هتكوني مجهزه اكبر كميه والذ طعم الكل هيحلف بيه ومش هيبطلوا يطلبوه منك تاني. بس انت بس ادعيلي ونفذي كل التريكات وبالطريقه بالظبط، ويمشي بين اللي انا هقولك عليه، وان شاء الله هتعتمديها عندك مدى الحياه. وانا مش مسؤوله، لان الكل هيطلبوا منك اكتر من مره في الاسبوع. والنبي اوعي تقولي انت السبب يا رانيا. ادي ده الفطير بتاعنا بالشوكولاته، وده الاسفه بالقشطه ومسويينه في البوتاجاز. ده اللي احنا سويناه. شايفين القشطه عامله ازاي فيه سايحه ونايحه ازاي. وبرده هنسوي برده على العين من فوق، وهتشوفي الطريقه بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. وكمان هتخزنيه، يعني هتعمليه وتخزنيه وتطلعيه في اي وقت وتسوي على طول على البوتاجاز. شايفين اللي بالشوكولاته؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض، مش عايزه اقول لكم اتخطف ازاي. هو واللي بالقشطه الاتنين كانوا مالهمش حل، والله ما بقيت ملحقه عليهم. ده اللي في الفرن. شايفين القمر؟ يلا بقى عشان نشوف القمر والطعامه دي عملناها ازاي. هنعمل الاول مع بعض شربات خفيف كده. عباره عن ايه ده يا رانيا؟ عباره عن كوبايه من الميه وكوبايه كوبايه من السكر وكوبايه ونص من الميه. سكر التموين طبعا كلنا عارفينه وفي بيت كل الناس. ورشه صغيره جدا قد ربع معلقه صغيره كده من المعلقه الصغيره، ربعها بالظبط، ما تزوديش عن كده، ملح ليمون علشان الشربات ما يسكرش معاكي. عندك عسل جلوكوز حطي معلقه، ما عندكيش خلاص يبقى نكتفي بكده. يلا بقى معايا بقى دلوقتي هنحط معايا هنا. كان معايا حوالي كوبايه من الميه. لو عندك لبن هتبدليها باللبن. انا ما كانش عندي، فانا حطيت عليها معلقتين كبار من اللبن النيدو، وبعد كده حطيت 3 معالق كبار نشا، وزيهم 3 معالق كبار من الدقيق. طيب وهقلب الخليط ده كله مع بعض زي ما انت شايفه كده. هنقلبه كويس جدا جدا علشان مش عايزاه يكلكع خالص، عايزاه يبقى سايل. بعد ما بتقلبي طبعا زي ما قلت لك انت تقدري تبدلي الميه ولبن البودره بكوبايه من اللبن اللي انت حطيتها دي يا رانيا، في حدود معلقتين كبار من السكر، ما يبقوش مليانين قوي. ومعايا هنا لتر من اللبن بيغلي، بس قولوا معايا لتر من اللبن بيغلي. تقدري تاخدي كوبايه اللبن اللي انت بتشتغلي فيها من الاول من اللتر نفسه، ماشي، بس انا كنت واخداها بره اللتر. وبقلب كويس جدا جدا، وهنفضل نقلب لحد ما يغلي معايا ويتقل بالطريقه دي. بركنه على جنب، ونيجي بقى للكينج بتاعنا. هو الجلاش. كل الهلماني اللي انتوا شفتوه معايا ده كان كله طالع من الجلاش. الجلاش يا رانيا، الجلاش هقول لك الفطير ده ما فيش حد يكله من ايدي الا ما اتجنن عليه. او يعني بصي اكتر بصوا من يوم ما اتجوزت، من الاخر من يوم ما اتجوزت كل اللي داقه طلب مني الطريقه، وما كانش مصدق ان ده مش بعجين وبهدله طبعا زي الفطير المشلتت اللي احنا عارفينه ولا الكلام ده. مع ان والله الفطير المشلتت مع رانيا مفيش اسهل من كده. يلا بس عشان ما ندخلش في موضوع تاني، باخد حوالي 3 ورقات من الورق الجلاش. ممكن تحطي 4 ورقات براحتك انت بقى على حسب سمك الفطيره معاكي، عايزاها سمكها يبقى ازاي. انا عن نفسي هنا كنت بحط 4 ورقات، او ساعات كنت برضو بحط 3، زي ما انت عايزه براحتك. بس طبعا كل ما هتكتري يبقى كده مثلا ممكن اللفه كلها تطلع لك حوالي 3 لفات، وفيه ورقتين زياده هيبقوا لسه على جنب.
لو انت قللتي، اقصد لو انت قللتي الورق، فاهماني؟ هتحطي ورقه عكس ورقه وتدهني بالزبده كويس قوي او سمنه، اي ماده دهنيه عندك، او خليط من السمنه على الزيت، مش هيقول لا. وتروحي ايه دهنه وايه وتحطي عكس كل ورقه عكس التانية، وبعد كده بتحطي الحشو وتطبقي تطبيق بيطلع معاكي مدور بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنعمل مع بعض مره واثنين وثلاثه لحد ما تعرفي الطريقه ازاي. ادي اول ورقه اهي قدامكم، انا هسيبكم تمشوا مع الخطوات وتركزوا فيها. ودي تاني ورقه، هنزل دلوقتي بتالت ورقه معايا. بصوا عكس كاس بتحطي عكسها، يعني حطيتيها المره دي كده يعني حطيتها بالطول، حطيها بالعرض، طول عرض كده 4 ورقات. بعد كده هنزل بالحشو بتاعي القشطه اللي احنا عملناها مع بعض، سبتها لما بردت كويس جدا، ولازم تقلبيها زي ما انت شفتيني كده، لازم تقلبيها عشان تعرفي تفرديها وتبقى ناعمه معاكي. بتحطي الكميه اللي انت عايزاها، خلي بالك انا ما برتبطش بكميه قد ايه، يعني ما تقلقيش لو هي تبقى كبيره كميه كتيره مثلا تبظ ولا كده، لا عادي ما بيحصلش اي حاجه. وببتدي اطبق زي ما انت شايفه كده، بطبق كل ورقه على التانية زي السمبوكسات كده، زي الظرف. وبعد كده بتيجي معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى مدورها ازاي؟ فطير ده ولا مش فطير؟ مين يقول بقى ده مش فطير؟ وهمشي بكام هنعمل كمان، همشي على نفس الخطوات ديت بكل الكميه. انا كان معايا هنا تبارك الرحمن حوالي 4 لفات، يعني كنت اول المفروض كانوا هما 3 وانا بعت جبت تاني لفه تاني لما ولادي عرفوا ان انا هعمله كمان ايه، يعني هعمل فطير بالشوكولاته معاهم. انا كل مره بعمله بالقشطه بس، فالمره دي قلت بقى ايه اغير لهم، اعمل لهم بالشوكولاته كمان. قالوا لي خلاص يا ماما زودي. او انا بص بعمل لكم مره واتنين، يعني لو انتم متضايقين يا جماعه انا بزود، بكرر مره واتنين وتلاته علشان تعرفي الطريقه ازاي، اللفه ازاي هي معايا بمنتهى، خلي بالك بمنتهى السهوله اللي في الدنيا هتخلصي. لو معاكي 10 لفات هتخلصيه بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. طبعا معايا هنا حشو الشوكولاته، يعتبر نفس الحشو بتاع القشطه، بس بتحطي 3 معالق كبار او معلقتين كبار من الكاكاو الخام ومعلقه من الزبده اول ما الخليط بيغلي معاكي، بس مفيش اي فرق خالص، نفس المكونات بتاعه القشطه بالظبط، نفس المكونات. انت بقى براحتك بقى، او ممكن عندك هنا انا كتبتها لك اهي، اكتبي خديها سكرين عندك وحطي المقادير بتاعه ايه، بتاعه حشو الشوكولاته اللي معايا دوت. وبتقلب كويس جدا جدا واسفه وبستمر على كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. وبعد كده ابتدي اسوي لان ما بياخدش اي وقت نهائي. شايفين في الفرن طالع عامل ازاي؟ روعه 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 روعه. اول ما بيطلع بتسقيه بيه الشربات بتاعك البارد، بيكون بارد خالص. ايه بقى ده؟ دول كانوا 2 بالظبط، 2 أو 3، مش عارفه بتاع اللبن مستقصدني ليه. 2 كنت شايلهم في الفريزر لتاني يوم، اقسم بالله الفيديو يعني الجزء ده بالذات انا عاملاه تاني يوم او تالت يوم، كان طالع متلج وكنت بحطه زي ما هو متلج كده. بصوا ابني بقى طلب مني انا عايزه محمره اكتر من كده يا ماما، انا عايزه ايه محمره. هتشوفوا التانية انا عاملاها ازاي. وبرده انا نسيت عليها برده، ما نبقاش ايه نبقى صوت بصراحه، يعني برده انا نسيت كمان فوق اللي هو كان عايزه. بص طالع عامل ازاي، يجنن اقسم لك بالله. هتاكلي وهتقولي انا ما اكلت ازاي وتاني يا رانيا بجد. يعني تقدري تعملي منه وتخزني في الفريزر وتطلعيه في اي وقت وتجهزيه في لحظه يعني اعملي الكميه اللي انت عايزاها وشيلها في الفريزر. وادعيلي، لازم تدعيلي على الفيديو ده، لان يعني اكتر ناس كتير جدا جدا طلبوه مني، ولما عملته في البدايه قبل كده اتظلم في المشاهده ومحدش شافه كتير. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي اوعي تنسي رانيا باللايك الجميل بتاعك يا قمر. انا بوريكم اهو اللي انا سويته على البوتاجاز، شايفين عاملين ازاي والله العظيم. وتقدري تسيبيه شهر واثنين وثلاثه في الفريزر وتطلعيه وتعمليه في اي وقت انت عايزاه. ادي اللي بالشوكولاته معايا اهو، برضو تسويه برضو من فوق البوتاجاز، عايزه تسويه جوه البوتاجاز براحتك، في الفرن عادي براحتك اللي انت عايزاه. انا هنا كنت مسويه في الفرن، خلي بالكم على فكره، يعني ده كده كان متسوي في الفرن. شايفين القمر، شايفين الشوكولاته سايحه ونايحه ازاي، تجنن اقسم لكم بالله. انا عايزه اقول لكم انا كنت بوريكم هنا ومش قادره اقول لكم التتار اللي كان ورا الكاميرا كان عامل ازاي.
وادي برضو اللي بالقشطه اللي جوه الفرن اللي احنا مسوينه في الفرن. روعه. طبعا انت لازم تخلصي كل الكميه بتاعتك كامله، لان ما بياخدش 10 دقايق في موضوع التسويه. لو انت عندك صاج كبير زي حالتي كده هتسويه بسرعه جدا. لازم تبقي واقفه جنب الفرن ما تسيبوش، يا اما تعمليه من فوق البوتاجاز براحتك اللي انت عايزاه. لو انت بقى شايفه ان الفيديو يستاهل لايك جميل من ايديك يا قمر ورانيا، وبتحبي رانيا وعايزه تكرميها، اديها لايك قمر كده منك، ووريني بقى احلى لايك من احلى قمر في الدنيا. ويا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم، واحلى واجمل فطير هديه من رانيا ميكس لاحلى عيله في الدنيا. وبالهنا حبيبي.